فيلمنا بيبدأ يوم 19/12 سنة 2006، وهو يوسف وصاحبته عالية في السينما، وبيبقى في شباب معاهم في السينما بيعملوا دوشة، وده بيخليهم ما يستمتعوش بالفيلم، وعلشان كده عالية بتقول لهم انهم يسكتوا، فبيقعدوا يتريقوا على يوسف ان هي اللي بتقول لهم يسكتوا وان هو جبان، وده بيخلي موظفين السينما تيجي وبيطلعوهم بره السينما، وبيرجعوا يتفرجوا تاني وهم مبسوطين. وبعد الفيلم بنلاقي ان يوسف بيحتفظ بتذكرة السينما معاه، وبيخرجوا يتمشوا شوية في الشوارع، وبتبقى عايزة تروح علشان قايلة لأهلها انها رايحة الدرس، وان كده المفروض وقت الدرس خلص، بس يوسف بيبقى عايز يقعد معاها شوية تاني، فبتروح تتكلم من تليفون في الشارع وبتتصل على تليفون البيت، وبتعرف اختها انها تقول لمامتها انها بتجيب كتاب وهتتأخر ساعة، وبعد كده بيروحوا ياكلوا مع بعض، وبعد ما بيخلصوا بيقوموا يتكلموا علشان بيبقى في مشكلة، وهي ان عالية اهلها قرروا انهم يعزلوا لمدينة اكتوبر، وده بعيد جدا عن هنا، ومعنى كده انهم مش هيتكلموا تاني، وده بيبقى مضايقهم جدا، وبيروحوا يسألوا على اسعار التليفونات علشان يعرفوا يكلموا بعض لما تعزل، بس بيلاقوها انها غالية جدا وانهم مش هيعرفوا يجيبوها، وبيبقوا مش عارفين هيعملوا ايه. بس عالية بتقول له انهم لسه هيعزلوا بعد اسبوع، وان ممكن بكرة يهربوا هما الاتنين من المدرسة ويروحوا مدينة اكتوبر اللي هما هيعزلوا فيها، ويعرفوا المواصلات بتاخد وقت قد ايه، ويشوفوا كشك او اي حتة مناسبة، ويشوفوا يوم وساعة معينة ويشوفوا بعض فيها بعد كده. وساعتها يوسف بيفرح علشان لقوا حل وانه هيشوفها تاني، وبنلاقي الشباب اللي رخموا عليهم في السينما جم تاني وبيرخموا عليهم برضه، وفي واحد منهم بيقول ليوسف ان المفروض هو اللي يحميها مش هي اللي تحميه، وان ده عيب على رجولته، وبيسيبوهم وبيمشوا، وبيبقى فعلا متضايق انه ما خدش اي ردة فعل معاهم. بس بعد كده بيقوموا علشان يروحها، وبيتفقوا انهم بكره هيروحوا لمدينة اكتوبر زي ما اتفقوا. بس عالية اول ما بتروح بتلاقي خالها موجود في البيت، وان مامتها بتلم كل حاجتهم من الشقة علشان هيعزلوا دلوقتي، وعالية بتستغرب علشان هم قالوا لها بعد اسبوع، وكمان الشقة لسه ما جاتش، بس مامتها قالت لها انهم هيقعدوا عند خالها الاسبوع ده لغاية ما الاسبوع يعدي ويستلموا الشقة. وعالية بتبقى متضايقة انها كده مش هتعرف تروح مع يوسف بكرة، ولا اتفقوا على اي حاجة يعملوها علشان يشوفوا بعض، وبسبب زنها على مامتها انهم يقعدوا بس يوم واحد كمان على الاقل بتضربها بالقلم، وساعتها بتتجبر انها تسمع كلامها وبتلم حاجتها وبتنزل علشان يركبوا العربية. وبالصدفة يوسف بيبقى في الشارع بس مش بيبقى شايفها، لكن عالية بتبقى شايفاه وبتبص عليه واكنها بتودعه انها اخر مرة هتشوفه فيها. وبعد 7 سنين وبرضه يوم 19/12 لكن بيبقى سنة 2013 بنشوف يوسف بعد ما كبر وهو راكب تاكسي، وبعد ما بيوصل بيسأل الامن على مكان مؤتمر اطباء الاسنان، وبعد ما بيقوله بيتحرك عليه، وبتيجي واحدة اسمها هند بتكون طالعة برضه لمكان المؤتمر، وبنلاقيها انها بتحاول تفتح معاه كلام، وبتقوله انها شافته كذا مرة في الجامعة، بس هو بيكون شخص خجول وبيقفل معاها الكلام. وبعد ما بيطلع للمؤتمر بنلاقي ان اول دكتور كان هيديهم المحاضرة حصل له ظرف ومش جاي، وان كده اقرب محاضرة لسه بعد ساعتين، فبيسأل على اقرب مكان يفطر فيه لغاية ميعاد المحاضرة اللي بعدها، وبيروح فعلا على هناك وبيكون لسه بيطلب الاوردر، بس بعد شوية بيلاحظ انه يعرفها، ولما بيشوف الاسم وبيلاقي انه باسم عالية بيكون مش مصدق نفسه، وبيقول لها انه يوسف اللي كان معاها في المدرسة، وبيبقوا مش مصدقين من الصدفة وان الدنيا تجمعهم تاني بعد كل الزمن ده. وبتسأله هو بيعمل هنا ايه، وبيقول لها انه هنا علشان مؤتمر اطباء الاسنان، وانه لسه طالب في الكلية ودي اخر سنة ليه. وبيسألها على نفسها وبتقول له انها شغالة هنا بقالها فترة، وبتقول له انها مبسوطة انها شافته، وبتروح علشان تجيب له الاوردر. وبنشوف تعابيرهم هما الاتنين، وبنحس ان الصدفة دي صحت حاجة جواهم هما الاتنين بمشاعر كانت مدفونة طول السنين دي. بس برضه بنلاقي ان عالية مكسوفة من نفسها، انه كان اقرب حد ليها وبقى دكتور، وهي دلوقتي ويتر في مطعم وبتوديله الاوردر وكانت لسه هتمشي، بس يوسف بيتمسك بالفرصة قبل ما تروح منه تاني، وبيقول لها انه عايز يقعد يتكلم معاها شوية بعد الشغل، وساعتها بتفرح واكيد بتوافق، ومش بيروح المؤتمر وبيفضل مستنيها لغاية ما تخلص شغلها. وبعد ما بتخلص فعلا بيخرجوا مع بعض وبيفضلوا يتكلموا، وعالية بتفهمه اللي حصل زمان، وانها لما كانت معاه اخر مرة روحت ولقت ان مامتها بتلم الحاجة ومشيوا على طول، وده بسبب ان امها لقت ابوها بيخونها تاني في اليوم ده، وده اصلا السبب انهم يعزلوا. لكن دلوقتي خلاص هما الاتنين اتطلقوا، وهي واختها عايشين مع مامتها، وما تعرفش اي حاجة عن ابوها غير لما بيتصل كل فترة، وبيقول لها ان هو كمان فضل طول الوقت يدور عليها لكن ما لقاهاش، وبيروح يجيب الاكل وبيقعدوا في مكان هادي علشان ياكلوه. وساعتها هو كمان بيفهمها انه جاب مجموع قليل في الثانوية العامة، بس ابوه سفره روسيا علشان كان بيقبلوا المجموع ده في كلية طب اسنان، وعمل كده فعلا وهو دلوقتي في اخر سنة. وعالية بتستغرب علشان عارفة ان ابوه ما كانش بيحبه قوي كده في انه يدفع له كل الفلوس دي عليه، فقال لها انه مش متأكد من حبه، لكن متأكد انه عمل كده علشان حلمه هو، ولما فشل انه يعمله فورث الحلم ده ليه هو، وانه دلوقتي بيحقق له حلمه. لكن يوسف نفسه مش عايز يبقى دكتور، فعالية بتسأله هو كان عايز يطلع ايه، بس ساعتها يوسف
يوسف بيسرح ويقول لها انه مش عارف، وبيسألها هي كملت تعليمها ولا لا، فبتتضايق وبتقول له علشان شافها ويتر فافتكر انها ما كملتش تعليمها، بس بيفهمها انه لا طبعا وانها فاهمه غلط، بس برضه بتقول له انها كليه تجاره لكن مش لاقيه شغلانه مناسبه لتعليمها، فقررت انها تشتغل ويتر لغايه ما تلاقي شغلانه مناسبه، وبتقول له انها داخله الحمام، وبنلاقيها انها متضايقه بسبب انها مكسوفه من نفسها على الوضع اللي هي بقت فيه. ويوسف وهو قاعد بيلاقي ان هند اللي معجبه بيه شافته بالصدفه وبتنادي عليه، وقالت له كويس انه ما جاش المؤتمر عشان كانت محاضره مش مفيده وملهاش لازمه، وبتعرض عليه انها توصله في حته لو عايز، بس بيشكرها وبيقول لها انه مش عايز، وبيسلم عليها وبيمشي. وعاليه بتكون خرجت وشافتهم بس مش بتبين انها اتضايقت، وبيروحوا يتمشوا شويه وبيفضلوا يهزروا، وبتساله اذا كان خطب او ارتبط، بس قال لها انه ولا ارتبط ولا اي حاجه من زمان، وبيسالها هي كمان وبتقول له انها اتخطبت وانه ما خدش باله من خاتم الخطوبه، وبيبان انه متضايق جدا، بس بيحاول على قد ما يقدر ما يبينش ضيقه او غيرته علشان ما فيش حاجه ما بينهم. وبيسالها هو مين او من امتى، وقالت له ان اسمه محمد وانه ابن خالها، وبيبان من كلامها انها مش بتحبه بس وافقت عليه علشان ده احسن الاختيارات اللي قدامها. وبيروحوا يشربوا حاجه ويفضلوا يضحكوا على ذكرياتهم زمان ولما كانوا في السينما، وساعتها يوسف بيقول لها انه كان محتفظ بتذكره السينما، وانها كانت كل ما بتوحشه وهو صغير كان بيشوفها عشان كده فاكر التاريخ بتاعها كويس، واللي هو يوم 19/12، والغريبه ان النهارده برضو يوم 19/12، وبيبقى مش فاهم يعني ازاي ما شافهاش كل الزمن ده، ولما يجي يشوفها بالصدفه يشوفها في نفس اليوم اللي شافها فيه اخر مره، وبيبقوا مستغربين فعلا وحاسين انها حاجه مش طبيعيه. بس قالت له ان الاغرب انهم بيتكلموا مع بعض بنفس الطاقه بتاعت زمان وبنفس الطريقه واكنهم كانوا مع بعض امبارح، وان ما عداش عمر ما شافوش بعض. وقال لها ان فعلا تحس ان مفيش حاجه اتغيرت مع ان كل حاجه اتغيرت، وكانت عايزه تمشي علشان الوقت اتاخر، فبيوافق وبيقول لها انه بكره برضه رايح نفس المكان عشان عنده مؤتمر تاني وانه يشوفها بكره، بس قالت له ان بكره اجازتها وان محمد خطيبها هيخرجها، فبيفهم ان علاقتهم ما ينفعش ترجع زي زمان وان الوقت غير حاجات كتير وانها دلوقتي مخطوبه، وبيسكت. بس قالت له بما ان اللي حصل صدفه غريبه فهم هيكملوا الغرابه دي، وان كل سنه يوم 19/12 لو ظروفهم تسمح يشوفوا بعض ويحكوا لبعض حصل ايه في السنه دي، وبيودعوا بعض وبيمشوا، وكل واحد فيهم بيفضل يفكر في التاني وهم ماشيين. وبعد مرور سنتين يوم 19/12 سنه 2015 بنشوف عاليه وهي في عربيه مرسيدس وهي بتكلم اختها وبتقول لها انها هتروح مشوار الاول وبعد كده هتيجي المستشفى، وبنشوف يوسف وهو بيتشطف في الكافيه اللي هيشوف فيه عاليه، وبنلاحظ ان شكله اتغير وبقى لابس حظاظات وسلاسل كتير، والويتر بتاع الكافيه بيفضل يخبط عليه، وبعد ما بيتشطف بيجيب تيشيرت وبيبان عليه انه لسه جديد وبيلبسه، وبرضه الراجل بيفضل يخبط عشان اتاخر جدا جوه، فبيسرع اكتر في لبسه وبيخرج. الراجل بيساله بقرف هو كان بيعمل ايه كل ده جوه علشان ده حمام كافيه وما ينفعش يتقفل من جوه، فقال له انه ما كانش يعرف وبيمشي. وبنلاحظ ان شكله اتغير وبقى يشرب سجاير، وبيشوف عاليه من بعيد وبيبقى متردد يخش ولا لا، وبيقرر انه يمشي بس بيرجع في قراره وبيرمي السيجاره وبيخش وبيسلم عليها وبيقلع الجاكيت وبيقعد يتكلم معاها، وبنعرف انها بقت مضيفه طيران وبتعاتبه علشان لو ما كانش قفل الفيسبوك كان هيعرف من وقتها وما كانش هيتفاجئ دلوقتي، وبيقول لها انه قفله كام شهر عشان كان عنده مشاكل وحالته النفسيه ما كانتش احسن حاجه، وبتقول له انها خدت كورسات وقدمت في كذا شركه لغايه ما واحد قريبها عرف يوظفها في شركه وفعلا بقت مضيفه، وبتساله هو عمل ايه، وبيسرح وبيفضل يتكلم في كذا حاجه ومش بيقول لها رد مقنع، وبيجي الويتر اللي كان مزعق له في الحمام علشان يشوفوا يشربوا ايه لكن بيكلموا بقرف بسبب اللي عمله، وعاليه بتلاحظ ده بس مش بترضى تتكلم وبتسكت، وهم بيتكلموا عاليه بتلاحظ ان التيكت بتاع التيشيرت لسه محطوط، فبتقول له بيتحرج جدا ومش بيعرف يقطعها، فبتقوم وبتقطعها له هي، وبتلاحظ ان طريقته وشكله ولبسه ومشاعره كمان متغيره، فبتساله هو ماله وحصل له ايه، والويتر بيقاطعهم تاني وبيجيب اللي طلبوه بس برضه طريقته بتبقى رخمه، بس المره دي عاليه مش بتسكت وبتهزقه بالذوق، وبيمشوا من المكان وبيفضلوا يتمشوا. ساعتها يوسف بيحكي لها اللي حصل له في السنتين اللي فاتوا، وبيقول لها انه سايب البيت بقاله سنه، وبتساله طب هو دلوقتي قاعد فين، فبيقول لها على حسب ظروفه وفلوسه بس الفتره دي قاعد في اوضه مع 4 طلاب، وان الميه بتقطع كل يوم لدرجه انه كان مكسوف يقابلها النهارده علشان ما استحماش بقاله فتره كبيره، بس بتساله هو ساب البيت ليه، فقال لها انه لما اتخرج من الكليه جاله التكليف بتاعه في دهب، وقال انه كويس علشان يبعد شويه عن دوشه ابوه وتحكماته، وانه لما راح هناك اكتشف انه كان كاره حياته وانه عاش طول حياته مرسوم له طريق هو ما اختارهوش، وانه كان بيحقق احلام ابوه مش احلامه هو، فقرر انه يعيش الحياه اللي هو عايزها، وانه لما عمل كده حس انه لاول مره انه حر ومبسوط، وانه كمان عمل صحاب. وبتساله هو دلوقتي ناوي يبقى ايه، فقال لها انه لسه بيكتشف بس لغايه دلوقتي هو اشتغل اكتر من 7 شغلانات وكلها شغلانات بس علشان تكفي حق المكان اللي يعيش فيه وياكل منه.
منه، وبنعرف انه وصل لكده كمان علشان ابوه لما لقاه بيعمل كده اتبلى عليه في شغله في دهب وبلغ عنه، وساعتها ساب الشغل وقرر انه يشتغل اي حاجه. وبيبان على عليا انها بتسمع الكلام ده وهي متضايقه على تفكيره وعلى حاله اللي بقى فيه. ولما يوسف بيلاحظ ده بيسالها هي متضايقه ليه، فساعتها بتتعصب وبتقول له انه كان معاه كل حاجه تخليه انه يبقى انسان محترم، شهاده كويسه واب بيحاول يخليه ناجح، وهو ساب كل ده وحب يعيش المرمطه بنفسه، وان اكيد تفكيره غلط، بس هو وجهه نظره انها شايفه الموضوع غلط، وانه اكيد مش حابب المرمطه والتعب، بس انه فعلا اول مره يحس انه حر وعايش بدماغه مش بدماغ ابوه، وكل واحد بيبقى بيتكلم من وجهه نظره. وكان لسه هيمشي علشان متضايق منها، بس ساعتها بيجي اتصال لعاليه ان مامتها اتنقلت للعنايه، ولما بيعرف بيقرر انه يروح معاها. ولما بتتكلم مع الدكتور بتعرف انها كانت انتكاسه متوقعه، عشان كده كانوا حاجزينها طول الفتره دي في المستشفى، وان دلوقتي حالتها بقت مستقره وبتبقى جعانه فبيروحوا مطعم علشان ياكلوا. وساعتها يوسف بيسالها على خطيبها محمد، وبتعرفوا انهم فسخوا الخطوبه وسابوا بعض، وده بسبب انه بيحبها زي ما هي كانت بتقول ومحترم وكويس، بس لقت ان ده مش كفايه. وهما بيتكلموا بيجيلها اتصال من ابوها وبيبان انها اتضايقت، ولما بتخلص معاه المكالمه وبتقفل بتستغرب ان ازاي اب يعرف ان بناته الاتنين مع امهم في المستشفى وكمان معهمش راجل، وكل اللي يعمله هو سؤال بس في التليفون. وبعد كده بيرجعوا تاني للمستشفى وبيفضلوا يهزروا ويضحكوا على ذكرياتهم زمان، وهما الاتنين بيتاسفوا لبعض انهم زعقوا لبعض في الشارع، وان بس كل واحد فيهم بيبقى شايف الدنيا من عين مختلفه. وساعتها بتتصل بيها مرات خالها وبتعرف انها جايه، فيوسف بيبقى عايز يمشي علشان يسيبها تقعد مع قرايبها براحتها، وفعلا بيعمل كده وبيمشي. وبنشوفه وهو ماشي في الشارع وبيبدا يحس ان علي عندها حق في كلامها، وانه فعلا مش عارف يعمل ايه، وانه تايه في حياته. وبعد مرور سنتين يوم 19/12 سنه 2017 بنلاقي برضه ان يوسف شكله اتغير وبقى لابس لبس شيك ومعاه سكوتر، وبيبقى فتح شركه سياحه، وكان عايز يبعت ريكورد لعاليه بس بيبقى متردد، وبعد ما بيسجله بيمسحه ومش بيبعته. لكن بعد شويه بيلاقي عليا بتتصل بيه، فبيعرفها انه خاف يتصل بيها عشان السنه اللي فاتت ما ردتش عليه، وبيتفقوا على مكان يتقابلوا فيه. ولما بيروحوا بيبان على عليا من شكلها ولبسها انها بقت غنيه جدا، وبتعرفوا انها متابعاه على السوشيال ميديا، وانها عارفه انه فتح شركه سياحه، وبيكون جايب لها ورد باللون اللي بتحبه، وبتشكره بس بتاخده منه بطريقه بارده في المشاعر. وبيسالها على شغلها بس قالت له انها سابت الشغل من ساعه ما اتجوزت. وهنا يوسف اول ما بيسمع الكلمه دي بيتصدم، وبيحاول يداري مشاعره على قد ما يقدر، وبيسالها هي اتجوزت امتى، وبتقول له انها السنه اللي فاتت، فبيفهم علشان كده ما ردتش عليه لما اتصل بيها، وانها كانت كده في شهر العسل. بس عليا بتغير الموضوع وبتساله على باباه، وانه ازاي وافق انه يفتح الشركه وما يبقاش دكتور زي ما هو عايز. فبيعرفها ان ابوه بقى شخص هادي جدا من ساعه ما امه ما ماتت، وما بقاش يزعق او يدخل في حياته زي ما كان بيعمل قبل كده. وساعتها بيرجع تاني لموضوع جوازها وبيقول لها انها اتجوزت زي القصه المشهوره بتاعت راجل الاعمال اللي شاف المضيفه الجميله ونزلوا مع بعض كذا مره وحبوا بعض واتجوزوا. فبتقول له ان ده فعلا اللي حصل بالظبط، وان اسمه زياد وعنده 32 سنه. وساعتها يوسف بيلاحظ ان ايد عليا وجعاها، بس قالت له انها وقعت عليها وبتعمل علاج طبيعي. وبيجي اتصال ليوسف من بنت شغاله معاه في الشركه، وبيبان انه بيحاول يقفل معاها الكلام بس هي برضه بتفضل تتكلم. ولما بيقفل عليا بتقول له انها باين عليها انها معجبه بيه، فهو ليه ما فكرش فيها، بس بيقول لها انه بكل بساطه انه مش بيحبها علشان يفكر فيها، وان شكلها شالت الحب من حساباتها وبقت تفكر بعقلانيه اكتر ومش بتحب ومش بتعرف ترد عليه. وبيقرروا انهم يقوموا يتمشوا، بس بسبب انها بتبقى لابسه كعب فمش هتعرف تمشي كتير، وبتقول له انهم يتمشوا بعربيتها احسن. وبيلاقي ان معاها عربيه غاليه جدا، وبيفضل برضه يسالها اكتر عن جوزها، بتتعصب عليه عشان كل كلامهم عنه، فبيرد هو كمان بعصبيه انه بيحاول يفهم اللي حصل لها علشان اكيد مفيش حد بيتغير في سنتين بالشكل الغريب ده. فبترد عليه بكل حزن وبتقول له انها ما وقعتش من على السلم زي ما قالت له، وان ده بسبب ان جوزها ضربها، وانها مش اول مره تتضرب. وبيروحوا يتكلموا في حته هاديه، وبتقول له ان بعد ما اتجوزت لقيته بيضربها على اسباب تافهه، واول مره عمل كده سابت البيت علشان تتطلق، بس عمل كل حاجه علشان يصالحها، وجاب لها هدايا كتير وغاليه جدا علشان ترجع له. ولما سامحته ورجعت له بعد فتره ضربها تاني، وبرضه رجع وعيط لها واتاسف اكتر علشان ترجع له، وجاب هدايا اكتر واغلى. وتالت مره ضربها ما مشيتش من البيت عشان خلاص بقت عارفه اللي هيحصل وانها في الاخر هتسامحه. فيوسف بيستغرب وبيسالها هي ليه مستحمله كل ده ومكمله، فقالت له علشان هو اكتر واحد حبها وما يقدرش يعيش من غيرها، بس بيفهمها ان ده مش حب، لكن هي بتدور على مبرر لتصرفاتها عشان ترضي بيه نفسها، وانها متجوزه راجل مريض، وانها بتحاول تصبر نفسها علشان الوضع يتحسن، لكن ده مش هيحصل. وساعتها بتعيط وبتقول له انها فكرت كتير تكلمه وتحكي له، لكنها مرضتش علشان ما كانتش عارفه هتقول له ايه، بس هي دلوقتي حكت له على امل ان حاجه تتغير. وساعتها يوسف بيسكت وبيبقى مش عارف يرد عليها يقول لها ايه. وهم مروحين بيلاقوا ان في شباب راكنه على العربيه
العربية وبيرفضوا يبعدوا عن العربية وبيرخموا عليهم، فيوسف بيتغلب على خوفه علشان ما يبقاش زي زمان وهو صغير، وبيروح وبيتخانق معاهم وبيضربهم، لكن بيقوموا تاني وبيتلموا عليه كلهم وبيضربوه قدامها. وبعد 3 سنين ولأول مرة بننتقل ليوم غير يوم 19/12، لكن بننتقل ليوم 8 فبراير سنة 2020، وده علشان بيبقى يوم وفاة أبوه. وعليا بتيجي تقف بعيد وبتكلمه علشان يجيلها وبتعزيه وبتطلب منه إن بعد ما العزا ما يخلص عايزة تقعد وتتكلم معاه. وفعلا بعد العزا بيروحوا يقعدوا يتكلموا مع بعض، وبيتكلم ساعتها عن باباه، وعلى قد ما هو مش قادر يسامحه على اللي عمله، لكن في الآخر هو عرف إنه كان بيحبه جدا، وبيكون متضايق علشان ملحقش يعرفه ده. بس عليا بتقوله إنها معرفتش تحس الإحساس ده على باباها لما مات، وإنه مات السنة اللي فاتت، وإنها كل ما بتفتكره بتدعيله وخلاص. ولما بيسألها على أخبارها وإيه اللي حصل في حياتها بتستغرب وبتقوله إنه بيسأل من باب الواجب وبس، عشان لو كان مهتم فعلا بأخبارها هو ليه عمل لها بلوك من كل حتة ومش بيرد عليها لما بتتصل بيه. بس بيقول لها إنه مش عايز يتكلم في الماضي دلوقتي، وبيعرض عليها إنهم يتمشوا زي زمان. ولما بيتمشوا يوسف بيقول لها هو كان المفروض يعمل إيه وهو شايفها متجوزة واحد مريض بيضربها كل يوم وهي راضية، وملقاش إن وجوده ليه لازمة أو سبب، فقرر إنه يخرج من حياتها. علشان كده عمل لها بلوك وما كانش بيرد عليها، وإن خلاص دلوقتي كل اللي ما بينهم هي مجرد صداقة أطفال وخلاص، وإنهم بيفتكروها كل سنة لما بيشوفوا بعض يوم 19/12. بس عليا بتستغرب من كلامه وبتقوله اللي ما بينهم مش مجرد صداقة أطفال زي ما بيقول، وبتفكروا بمشاورهم اللي عملوها زمان، لدرجة إنها فاكرة حتى الشجر اللي في الشوارع اللي كانوا بيمشوا فيها، وبكشك الجرايد اللي كانوا بيتقابلوا عنده، وبلهفتها لما كانت بتلاقيه بيرن عليها الساعة 11 بالليل وهم أطفال، وإن كل الحاجات دي والمشاعر دي مستحيل تكون مجرد صداقة، وبتلزمه إنه يكون موجود في حياتها. بس يوسف بيقول لها إن كل حاجة اتغيرت، وإن الشجر اللي فاكراه ده ما بقاش موجود واتشال، والناس ما بقتش تقرا جرايد، وإن أهلهم ماتوا، وإن هم كمان نفسهم اتغيروا وما بقوش زي زمان. بس ساعتها عليا بتخرج كل مشاعرها وبتقوله طالما كل حاجة اتغيرت زي ما بيقول يبقى ازاي كانت عايزة تحضنه بفرحتها لما شافته ولقيته في الكافيه بعد كل السنين دي، بس اتكسفت تعمل كده عشان هي كانت ويتر وهو كان دكتور، وإنها من اليوم ده دخلت نفسها في تحدي وعملت المستحيل علشان لما تشوفه السنة اللي بعدها تكون في مكانة أحسن. ولما شافته وفعلا كانت في مكانة أحسن لقيته هو اللي بيغرق وحياته باظت، علشان كده اتعصبت عليه وبتقوله إنها كانت ساعتها نفسها تفضل جنبه ومعاه علشان تساعده، بس برضه فجأة هو اختفى تاني. ولما حكت له عن زياد جوزها كان بتحكي له علشان يقول لها إنها تتطلق ويفضل معاها وجنبها، بس هو ما عملش كده، وهي فعلا خلاص دلوقتي اتطلقت من جوزها. وأول ما عملت كده كان نفسها تقوله وتفضل معاه وتترمي في حضنه علشان كان نفسها تفضل معاه هو وبس، لكنها لما عملت كده لقت إنه عامل لها بلوك في كل حتة ومش بيرد عليها، ومعرفتش تقوله وإنه اختفى تاني. وساعتها يوسف بيبقى مصدوم من الكلام اللي هي بتقوله علشان أول مرة تعبر له عن مشاعرها، وبيبقى مش عارف يقول لها إيه، فبيحضنها. واللي بيقاطعهم عن بعض رن التليفون يوسف، ولما بيخلص المكالمة وبيقفل بتسأله هي أخته ولا مين، وبتتفاجئ لما بيقول لها إنها سارة مراته علشان مش بتبقى عارفة إنه اتجوز. وساعتها مش بتنطق ولا كلمة ولا بتسأل عن أي حاجة، وبتسيبه وبتمشي، وبنلاقيهم هما الاتنين وهم عمالين يفكروا ببعض في كل تفاصيل يومهم. وبعد 4 سنين يوم 19/12 سنة 2024 بنلاقي يوسف فتح عيادة وبقى دكتور أسنان، وبنلاقي إن عليا بقت شغالة منظمة حفلات، وبنشوف يوسف وهو رايح ياخد ابنه زين من المدرسة، وبنعرف إن يوسف انفصل هو ومراته وإنه بياخدوا يوم واحد في الأسبوع، واليوم ده بيبقى ابنه عنده عيد ميلاد واحدة زميلته اسمها عليا، ولسه هيخلص على بالليل، وبيبقى متضايق علشان كده هيستناه اليوم كامل في الشارع لغاية ما يخلص العيد ميلاد، وبيروح يقعد على النيل وبيفضل يسمع أغاني. وبنشوف عليا وهي عند الدكتور، وبنعرف إنها هتعمل عملية تجميد البويضات قريب، ولما بتمشي من عند الدكتور بتتصل بيوسف وبتطمن عليه وبتقوله إنها عارفة أخباره وإنه فتح عيادة وبقى دكتور أسنان، وبيقول لها إن شركته بتاعت السياحة اتدمرت بسبب أزمة كورونا لما منعوا السفر، وساعتها اضطر إنه يفتح العيادة ويشتغل شغلانته الأساسية. وبيقول لها إنه كان رايح ياخد ابنه زين من المدرسة لقى رايح عيد ميلاد واحدة زميلته اسمها عليا على اسمها، وإن كمان عيد ميلادها اللي هو النهارده يوم 19/12. وبتفاجئه هي كمان وبتقوله إن نمر عربيتها 19/12، وبتعرفه إنها عرفت إن هو ومراته انفصلوا، وبتسأله هو ليه ما اتصلش بيها ال4 سنين اللي فاتوا ويفضلوا مع بعض بعد ما بقوا هما الاتنين منفصلين. فبيسكت وبيبقى مش عارف يقول لها ايه، بس بيقول لها انهم خلاص كبروا والحياة اتغيرت، وان خلاص ما بقاش ينفع يعملوا شغل العيال ده، وانهم بقالهم 18 سنة شافوا بعض فيها 4 مرات بس، وانهم كمان خلاص المفروض ينسوا موضوع 19/12 واللي يكون ما بينهم هي علاقة صداقة وبس، عشان خلاص ربنا مش رايد ولا القدر موافق والكون مش سامح انهم يكونوا مع بعض. فعليا بتتضايق وبتعتذر انها اتصلت بيه وبتقفل. بنشوف يوسف وهو رايح فيلم في السينما لغاية ما ابنه يخلص العيد الميلاد ويروح ياخده، وبيخش فيلم الهوى سلطان، وساعتها عليا بتخش نفس السينما ونفس الفيلم، وساعتها بيتصدموا لما بيشوفوا بعض وبيفضلوا باصين وهم مش عارفين يعملوا ايه، وبيقربوا وبيقعدوا جنب بعض.
واكن القدر اداهم فرصة جديدة انهم يكونوا مع بعض، ولاول مرة بيمسكوا ايد بعض بحب وبيفتكروا ذكرياتهم لما كانوا صغيرين. وبس كده فيلمنا خلص. فارت لو فيلم عجبك تعمل لايك وسبسكرايب للقناة اللي هو اشتراك يعني، وتفعل زر الجرس اهم حاجة عشان اول ما انزل فيديو جديد يجيلك اشعار بيه. ولو كملت الفيديو لحد هنا فارت تعمل كومنت بالايموجي اللي هو بيعيط ده، بما ان الفيلم كان بؤس للدرجة دي يعني، عشان بس اعرف كام واحد كمل الفيديو لحد الاخر. ويا ريت برضه فعلا ما تنسوش اللايك عشان ده هيفرق جدا وتحمسوني ان انا انزل فيديوهات اكتر واكتر. وبس كده اشوفكم في فيلم جديد، ويلا سلام.